السلام عليكم. ازيكم حبايبي عاملين ايه؟ يا رب كده دايما في خير وسعادة. ان شاء الله رايحة افرز معاكم الملوخية الجميلة اللي قدام حضراتكم دي. هنفرزوها مع بعض بنفس طريقة المصانع ويمكن احسن كمان. ان شاء الله طريقة سهلة وطريقة بسيطة ما تاخدش معاكي اي وقت. ان شاء الله تجربوها بالطريقة دي وتنور رضاكم. يلا كده نبتدوا مع بعض. معايا هنا بقى الملوخية. بتجيبي أي كمية ملوخية أنت حابة تفرزيها. بتجيبيها بقى تقرطفيها. وفي آخر العود من فوق بتقطعي الوردة اللي قدام حضراتكم دي. لما بتخلي فيها حتة كده من العود هي دي اللي بتديكي المطة الجميلة اللي بتلاقيها في الملوخية. مسكت الملوخية قرطفتها كلها بالشكل اللي قدام حضراتكم ده. بعد كده بقى غسلتها كويس قوي. مرة واتنين وعشرة لحد المية ما بقت بيضة وفلة كده. ورفعتها بقى في المصفى بالشكل ده. بعد كده غليت حلة من المية وهبدأ بقى أضيف فيها الإضافات. معلقتين من السكر كمادة حافظة. هنزل كمان بنص معلقة كده من الكربوناتو. بعد كده بقى رايحة أجيب مية متلجة كده جنبها بالشكل اللي قدام حضراتكم ده. علشان أنزل بالملوخية في المية السخنة زي ما حضراتكم مريحين تشوفوا كده. يعني انزلي بالملوخية، ما تخليهاش تقعد نص دقيقة في المية، يا دوبك نص دقيقة كده وتبدأي تخرجيها على المية المتلجة بسرعة. بنفس الطريقة اللي حضراتكم شايفينها بالشكل ده. بتنزليها في المية السخنة نص دقيقة كده تطلعيها على المية المتلجة علشان توقفي عملية السوى. وكمان عشان لونها يتن اخضر وزاهي كده وفي منتهى الجمال. وكمان انا ضفت نص معلقه الكربوناتو بيساعد ان اللون يتن ثابت كده. وتن خضرة ولونها زاهي. رايحه اكرر بقى بنفس الطريقه من الميه السخنه للميه المتلجه لحد ما اخلص الكميه كلها. بعد كده بقى رايحه اخرج من الميه المتلجه على المصفى على طول بنفس الشكل اللي حضراتكم شايفينه ده. بعد كده بقى رايحة أجيب شفشق الخلاط وهاضرب على طول. أنا مش محتاجة إن أنا أصفيها لأن المية دي هتساعدنا على إن الخلاط يضرب الملوخية بكل سهولة. بتضربي ضربة كده وتفصلي وتبدأي تضغطي بالمعلقة أو تقلبي بالمعلقة كده عشان تساعدي الملوخية إن هي تنضرب بكل سهولة. شايفين القوام وشايفين قد إيه ناعمة وفي منتهى الجمال ولونها أخضر وزاهي وجميل. بنفس الطريقة بتضربي ضربة كده. بتفصلي الخلاط تبدأي بالسباتولا كده تضغطي وتقلبي كده علشان تنضرب معاكي بكل بساطة. شايفين حتى لفتها في الخلاط يعني ايه بالصعوبة بس بتديكي نتيجة في منتهى الجمال. يعني اي كمية معاكي في ثواني رايحة تخلصيها. لا مخرطة ولا الكلام المتعب ده كلته. شايفين المطة وشايفين النعومية وشايفين التقل بتاع الملوخية. طريقة رائعة جدًا وطريقة ممتازة، نتيجة مبهرة بجد والله. شايفين كمان المَطّة بتاعتها، شايفين الجمال، شايفين المَطّة، جميلة جدًا. بعد طبعًا ما خلّصت الملوخية ضرب في الخلاط بالشكل ده، بتبدئي بقى تجيبي أكياس التلاجة بتعبّيها بقى الكمية المناسبة ليكِ بتعبّي في الأكياس. عبيتها كلها بنفس الطريقة بقى بتبدأي تخرّجي الهوا من الكيس وتبدأي تربطيه بنفس الشكل كده. شايفين لونها جميل وطريقة سهلة وفي منتهى الجمال. وبتشيليها بقى في الفريزر بتعيش معاكِ وقت طويل جدًا. حبايبي يا رب أكون فدتكم بمعلومة، ولو وصلتوا لحد هنا ما تنسوش اللايك، وسلام عليكم.